رقم 1، هو مش عايزك تعرف إن هو ما عندوش علاقات حقيقية قديمة واستمرت لوقت طويل، لإنك لو عرفت ده هيخلّيك تفكّر ليه هو ما عندوش علاقات مستمرة، ودي علامة على النرجسية إنه ما بيحتفظش بالعلاقات لفترات طويلة. رقم 2، هو كمان مش عايزك تعرف أو هو عاوز يخبّي عليك إن كل القصص اللي بيحكيها وبيحكي فيها قد إيه إن كل الناس جات عليه في كل العلاقات اللي فاتت في حياته إنها قصص غير حقيقية وقصص غير واقعية، هو مش عايزك تعرف ده، لإنها كلّها قصص من صنع خياله. رقم 3، هو كمان مش عايزك تعرف إن هو ما بيحبش الحياة الهادية اللي هي من غير مشاكل، وإن كل المشاكل والتعب النفسي اللي أنت بتدخل فيه بسبب النرجسية تعتبر وقود بالنسبة له، يعني لمّا هو بيشوفك متضايق وتعبان بسبب نرجسيته ده كإنه الوقود للنرجسية بتاعته، ويخلّيه يزيد في نرجسيته معاك. رقم 4، النرجسي هيخفي عليك إن هو ما بيثقش في نفسه، هو اللي بيحاول يظهره لك أو يبينه لك إن هو بيثق في نفسه جدًا وبيعتمد على نفسه جدًا، لكن الحقيقة اللي هو مش عايزك تعرفها إن هو ما بيثقش في نفسه. رقم 5، النرجسي هيبقى خايف إنه يظهر لك إنه ما بيعرفش يتعامل مع الانتقادات، بالرغم من ثقته في نفسه اللي بيحاول يظهرها لك.